أثر خطير من مدرب المنتخب الكونغولي دي صبر يفاجئ به المنتخب المغربي بعد تعادله مع منتخب الكونغو، ويثور غضبا في صحفي جزائري تطاول على المغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع المنتخب المغربي في ثاني مباريات المجموعة السادسة، ليتصدر المنتخب المغربي مجموعته ب4 نقاط، بينما يأتي منتخب الكونغو الديمقراطية بنقطتين في المركز الثاني. فقد صرح مدرب الكونغو الديمقراطية دي صبر وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: أنا لا أصدق نفسي حتى الآن أننا تعادلنا مع المنتخب المغربي العالمي الذي فاز على منتخبات مثل بلجيكا وأسبانيا والبرتغال والبرازيل. فأنا تحدثت مع اللاعبين قبل هذه المباراة وقلت لهم استمتعوا أمام المنتخب المغربي، وبالفعل قدمنا مباراة رائعة أمام هذا المنتخب العالمي. وسأله صحفي جزائري وقال له: الكل كان يخشى مواجهة المنتخب المغربي، ولكن أنتم من أوقفتوا المنتخب المغربي في هذه البطولة، فهل تعتقد أن المنتخب المغربي سيخرج من الأدوار الإقصائية مثل ما خرج في البطولة الماضية أمام مصر؟ يبدو أنك صحفي جزائري متعصب ضد المغرب، فأنا قلت في حديثي أن المنتخب المغربي منتخب عالمي، وأعتقد أن المنتخب المغربي هو من سيتأهل في المركز الأول من هذه المجموعة وسيذهب بعيدا في هذه البطولة، وهو المرشح الأول للفوز باللقب. فالمنتخب المغربي هو الذي شرف القارة الإفريقية في كأس العالم بعد أن وصل إلى المربع الذهبي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.